لعبة غرفة ونص اللي لعبوها أغلب مشاهير إسرائيلية. هذا ما حاليا متداول في اليوتيوب، والكل تقول لعبة غرفة ونص لعبة إسرائيلية، فتعالوا خلينا نكتشف الموضوع سوا. انت راح تقول لي شلون راح تعرف اللعبة إسرائيلية لو لا؟ راح أقول لك بذكاء شلون. تعالوا يا خلي حلمك وانت ابحث وشوف البحث الأسطوري اللي بحثته. دخل شات جي بي تي أو شات جي بي تي وتكتب من هو مؤسس أو من هو مطور لعبة غرفة ونص، لأن هنا انت حصل إذا كتبت لعبة غرفة ونص إسرائيلية ما راح يطلع لك. هنا يطلع لك كلام انت مالك بهذا الكلام. تكتب بالبحث ما هي جنسيته. تكتب بالبحث ما هي جنسيته يعني، وتنطيها بحث. شوف ايش راح تطلع. طبعا اللعبة هي الشركة، ولكن ما أعرف اسمها. راح تطلع بالبحث اسم الشركة أعتقد بارتي بوريس LTD. المهم الشركة إسرائيلية. شوف البحث يقولوا هذه الشركة والتي تسجل في تل أبيب إسرائيل، وهذا يشير أن المطورين أو الشركة الناشرة لديهم عنوان في إسرائيل. هذه هنا الزبدة هنا كوميشن شات جي بي تي. طبعا أنا واحدة من الناس نزلت اللعبة قديما لكن حذفتها، وحاليا طبعا كما أعرف كم نسخة موجودة، بس على ما أعتقد 7 نسخ. وهسه مشاهير العرب أغلبها منزلة، دخلت بتعليقات أبو فلة أو أي مشهور، فالناس كاتبة مطورين اللعبة إسرائيلي. فأنا شلون عرفت من عن طريق اليوتيوبر. هو اليوتيوبر يستاهل، وهو اللي نبهنا على هاي الشغلة. فروحوا اشتركوا بقناته وتلقون الفيديو مع القناة الإسرائيلية واللعبة هاي بالوصف. وروحوا شو هذا الفيديو وقولوا له من طرفي، أو لا تقولوا له كيفكم. المهم بس والله لا تنسى تكتب لي بالتعليقات انت مجرب اللعبة لولا، ومليانة اعلانات وراح تدعم الكيان اذا نزلتها. فبس والله خلي يوصل 30 40 شهر.